ازيكم يا شباب؟ النهارده انا جاي لكم من الجولد كوست، وده مكان جديد طبعا ما شفناهوش قبل كده، بس جاي اتكلم النهارده عن موضوع مهم قوي اللي هو موضوع الرواتب هنا في استراليا. كام يكفيك علشان تقدر تعيش عيشه محترمه براتب كويس من عيله مكونه من اب وام وطفلين مثلا. زي ما انت شايف انا بقالي فتره قاعد بنزل شورتس مثلا عن اللي هو رواتب مثلا عامل النظافه زي كمثال مثلا. بنتكلم في 50 ل 60 الف دولار في السنه، يعني حوالي 4000 دولار في الشهر. ال 4000 دولار في الشهر دول يعني بنتكلم في حوالي 65000 جنيه مصري. طبعا كل اللي هيسمع الرقم يقول واو ده رقم كبير جدا، بس هل تقدر تعيش بالرقم دوت لو انت معاك عيله مكونه من اب وام وطفلين؟ ده اللي انا جاي اقول لك عليه النهارده. اول ما جيت انا استراليا سالت السؤال دوت، والغريب ان مفيش حد فيكم خالص سالني عن السؤال ده رغم ان هو مهم جدا. فاللي جاوبني عليه واحد مصري قال لي انت هنا علشان تعيش مرتاح لازم اقل راتب تعيش بيه هو حوالي 100,000 دولار في السنه، ما يقلش عن كده لو انت معاك عيله. ولو انت بتقبض اقل من 100,000 دولار يعني 50,000 او 60,000 لازم مراتك تكون شغاله معاك وتكمل دوت قبل 100,000 دولار. طبعا أنا اول ما سمعت الكلام كنت شويه شفت ان الرقم مبالغ فيه، بس لما عشت في استراليا اكتشفت ان كلامه صح 100%. طيب ليه بقى الكلام ده صح 100%؟ انا هقول لك دلوقتي ال 100,000 دولار دول عشان تبقى فاهم اللي انت بتاخده منه في الاخر الصافي بعد الضرايب حوالي 75,000 دولار. يعني انت بتدفع سيادتك على ال 100,000 دولار 25% ضرايب، يعني 75,000 دولار اللي ايه اللي باقيين لك. ولازم تفهم حته ان الضرايب دي لو مرتبك بيزيد الضرايب بتزيد معاه، يعني ال 150,000 دولار هتلاقي ان الضرايب بتزيد معاك ل 29%. ولما راتبك بيزيد مثلا يوصل ل 200,000 دولار ان شاء الله بتلاقي ان الضرايب بتوصل ل 32%. يعني انت كل ما راتبك بيزيد كل ما تدفع ضرايب اكتر. طيب خلينا نرجع لل 100,000 دولار. 100,000 دولار اللي بتاخده فعلا فعليا 75,000 دولار، ده يعني حوالي 6,000 دولار في الشهر. بس عشان ابين لك المصاريف لازم نمشي بالاسبوع، لان الدنيا هنا في المصاريف لما بتيجي تدفع بتمشي بالاسبوع. فانت ال 6,000 دولار في الشهر ده معناه تقريبا في الاسبوع حوالي 1420 دولار في الاسبوع، تمام؟ طيب هتدفع منهم بقى مصاريف قد ايه؟ ال 1420 دولار دول هتدفع على الاقل سكن لو انت بتتكلم في اوضتين وصاله. ما تنساش ان احنا برضه جايين هنا نعيش عيشه مرتاحه وجايين ننبسط، فاحنا خلاص هننسى بقى عيشه القحطنه وان احنا نوفر فلوس. احنا جايين نعيش هنا عيشه نظيفه ومريحه لينا لان ده المكان اللي هنعيش فيه بقيه عمرنا. فانت بتتكلم هنا مثلا كسكن محترم اوضتين وصاله عشان تقدر تعيش انت والاولاد فيه هنا في استراليا في مدينه كبيره او مدينه محترمه. بنتكلم في حوالي من 500 دولار ل 800 دولار، هو رينج كبير شويه. فهنقول خلينا نقطع من 1420 دول 600 دولار ايه معيشه. طيب ده بالنسبه للسكن. هنضيف على ال 600 دولار اللي احنا شلناهم في الاسبوع حوالي 50 دولار تانيين، ده اللي هو بالنسبه في الاسبوع. برضه بالنسبه لموضوع الكهرباء والميه دوت تقريبا سعر متوسط، تقريبا برضه بيختلف من مكان للتاني بس ما بيكونش الاختلاف اي كبير جدا. فخلينا ناخد المتوسط 50 دولار كمان في الاسبوع للكهرباء والميه. طيب بالنسبه للعربيه ومصاريف العربيه، بالنسبه لمصاريف العربيه لو انت ساكن في مدينه هتلاقي ان انت غالبا في اليوم بتقطع لك حوالي من 50 ل 100 كيلومتر. 100 كيلومتر يعني حوالي 10 لتر، يعني حوالي 70 لتر في الاسبوع. 70 لتر في الاسبوع يعني انت سيادتك خلينا نقول بالاسعار اللي هي القديمه حوالي 100 دولار تانيين هناخدهم بالنسبه للعربيه في الاسبوع. هنرجع نضيف برضه ايه المصاريف بالنسبه لمصاريف الجروسري او مصاريف الاكل والشرب. انا شايف ان بالنسبه للعيله مثلا مكونه من طفلين واب وام هنتكلم برضه على حوالي 300 دولار في الاسبوع مصاريف الاكل والشرب. بالنسبه لموضوع المصاريف الاكل والشرب لو انت عايز تتاكد اكتر عندك فيديو تاني موجود في الجروسري والاسعار. خش جوه وهات العربيه بتاعتك وانت خش شوف الاسعار اللي هتكفيك بالنسبه لمصاريفك في الاسبوع. هيتبقى لك كده وصلنا معانا فاضل في الاسبوع من الراتب بتاعك حوالي 370 دولار. هنشيل منهم 120 دولار تاخد العيال تفسحهم في الويك اند، ما هو انت مش جايبهم برضه ايه تمرمطهم. فبمعنى كده انه هيتبقى لك 250 دولار ليك في الاسبوع. طيب ال 250 دولار في الاسبوع دول تعمل بيهم ايه بقى؟ هنضربهم سيادتك في 52 اسبوع يبقى يتبقى لك 13,000 دولار في السنه سيادتك محوشهم. طيب 13,000 دولار في السنه دول برضه هنشيل منهم مصاريف. ايه بقى هي المصاريف؟ ما تنساش ان العربيه علشان تبقى معاك لانك هتدفع عليها في السنه تقريبا تامينات حوالي 700 دولار مع مصاريف الصيانه. هنقول هنشيل من ال 13,000 دول 1000 دولار تانيين بالنسبه للعربيه. هنشيل برضه لو انت عايز ترجع كل سنه لاهلك وتشوفهم فانت تذاكر الطيران مش هتقل عن 5000 دولار ليك وللاولاد. فانت برضه دول 5000 دولار هنشيلهم. هنشيل مثلا زي مصاريف 1000 دولار بالنسبه لعيشتك في الشهر اللي هتنزل بيه مصر برضه عشان هتجيب هدايا وهتجيب حاجات كتير من دي. فكده وصلنا لكام؟ كده اتبقى لك 6000 دولار. طيب ال 6000 دولار دول
هتقدر تقول هتحوشهم، في الاغلب هتلاقي مصاريف طالعه لك من الهوا زي ما انت عارف، وايه لازم دايما تكون سايب حاجه على الجنب. عشان كده انا من اول الفيديو قلت لك احنا بنتكلم ان 100,000 دولار يا دوبك هتقدر تعيش بيهم مرتاح، وعلشان تعيش بمزاجك حلو طبعا. ما احناش بنتكلم في الناس اللي هتيجي ايه تقرط على نفسها، ما احنا مش سايبين الخليج ومش سايبين دولنا عشان نيجي نعيش عيشه صعبه هنا، احنا جايين هنا ننبسط. وان شاء الله بامر الله بيكون مثلا راتبك بيزيد مع السن ومع الخبره. طبعا لو انت سيادتك سنجلاوي وعزابي هتلاقي ان ال1000 دولار ال100,000 دولار ديت حلوه وجميله، وهتلاقي انك بتوفر على الاقل نصها. طبعا يعني الموضوع هتلاقيه مختلف، ان السكن هتلاقي بتتكلم في سكن العزابي هتلاقيه ب 280 دولار، فده لوحده وفر لك حوالي 420 دولار في الاسبوع، ده رقم كبير جدا. بس فافتكر الفيديو ده مهم جدا 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 ليكم، ويا رب يفيدكم باذن الله، وتبقى عارف كويس انت جاي على مصاريف ايه، لان ما تتخدعش ب 60,000 دولار في السنه. رقم كبير بالنسبه لمصر، بس اكيد ما هوش رقم كبير بالنسبه لاستراليا هنا. شكرا، ونشوفكم في فيديو جديد مهم باذن الله المره الجايه.